السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الخاص بمسابقة هي الأعرق وهي الأقدم على الصعيد العالمي، كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في موسم 2022-2023. هنا ملعب الاتحاد وهنا المصافحة بين بيب غوارديولا وفانسون كومباني، واحد من الأسماء المحبوبة لدى عائلة نادي مانشستر سيتي. لا أحد بكل تأكيد ينسى ما فعله فانسون كومباني وتضحيات فانسون كومباني والعمل الكبير لفانسون كومباني. برويني يقود هذه الهجمة، لا زالت لم تمت هذه الهجمة، يذهب الكعب والدخول، لا زالت قائمة الهجمة. الريال 0 في افتتاحية لقاءات الدور ربع النهائي الفارس التمريرة، لا زالت الهجمة قائمة، تسديدة، التسديد والكرة هنا تلمس يلعب على مشارف منطقة جزاء. ممتاز هذه العملية، يمرر يلعب في المساحة، رودري العرضية، خطأ ممكن هنا خطورة، ممكن الخطورة. إذا ترفع الكرة على القائمة الثاني بالراس، إمكانية التسديد من تيلا وفيها ركنية. نعم، أول ركنية لفائدة نادي بيرلي، أول مع الصعودي من أنس الزروري حارها لألفاريز، يدخل ألفاريز وفاريل بعد ذلك يتابع، يمتع ويقدم مستويات كبيرة ولا يفوز بدوري الأبطال. هالاند لا زالت للسيتي التسديدة، لا زالت صعبة، الراسية رغم أن اللقاء في ملعب الاتحاد بينية ممتازة. هالاند هنا وجول. القناص هالاند، نعم، يخطف كرة الهدف الأول. غلطة هنا دفاعية. الخمس دقائق تقريبا المتبقية على نهاية انطلاقة، ممكن جول. الثاني جول. يبدو أنها ليلة هالاند، هل يعيد ليالي انطلاقة من ماتسون. رفعت هذه الكرة الراسية، ممكن مرت أمام الجميع، الكرة تمر أمام الجميع، أمام روبن دياش. طريق لعب فوستر يلعب للزروري، أناس يراوغ ولكنها بعيدة، الكرة بعيدة يا أناس يا الزروري. ملعوبة الكرة على الجهة اليمنى، عرضية وجول. محرز ماذا ضيعك هنا اللي رفع الكرة داخل منطقة جزاء. فودين دي بروين يتلقى الإشارة، دي بروين بعيدة. الأول يحضر، هل تحضر هجمات فيتينيو ومحاولات؟ لا زالت هناك إمكانية للتسديد، مرفوعة في القائمة، الأكثر جمال في الأداء، الأكثر رقي في الأداء، التسديد من دي بروين وتتحول بعد. السيتي لا يرحم. الآن كان قريبا من الهاتريك، لا زالت الهجمة في عرض تصل على الجبهة اليمنى، مراوغة، فيها جول. يا هالاند حراسي مرمى كرة اليد، هنا الكرة التسديدة، باس فودين يسدد وجول. هالاند يعانق السماء، هالاند يعانق المجد. جاءت لحظة ستلعب هذه الركنية الرأسية بعد ذلك. نعم يا رياض، يا سلام على التمريرة، فيها جول. مزيكا يا ناس معزوفة هنا لنادي مانشستر سيتي. تمر في هذه الأثناء، لمسة جميلة، التسديدة فيليبس الخامس، ممكن
الخامس. نعم الخامس يا بالمير، دخل بالمير فسجل، لكن الأصل الحكاية، أصل الحكاية يلعب من دون حارس مرمى. هنا الكرة العرضية، السرعة والدخول، المراوغة. السادس نعم يتواصل الفيستيفال معك يا ألفاريز في ليلة كروية كثير منها، الكثير من الدروس، الكثير من الدروس في الأداء الراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم عن ازاي انعم شعري، واسهل طريقة لتنعيم الشعر، وكمان التخلص من اي هيشان ونهائي كمان، سواء لولادك او لنفسك. اول زيت هنتكلم عنه بيقوم بالدور ده هو زيت جوز الهند. الله، ايوه طبعا ليه فوائد كتيرة جدا، مفيد للشعر لانه بيحتوي على مواد دهنية. الزيت نفسه زيت او بذرة جوز الهند مالها بتحتوي على مواد دهنية بتساعد في ترطيب الشعر، فلو بنحطه بيعرف ازاي يدخل الشعر، يعمل لي ترطيب في الشعر ويبدأ ينعمهولي. وكمان مش كده وبس، ده بيقضي على هيشان الشعر نهائي. وكتير بنلاقي انا عن نفسي بستخدمه لبنتي واستخدمته كتير والحمد لله جاب نتيجة كويسة. يعني ينفع للاطفال، ينفع للاطفال. احنا عارفين ان زيت جوز الهند هو زيت تقيل شوية، فلو حضرتك شعرك فروته دهنية ما تحاوليش ان انت تحطي الزيت مباشرة للفروة، ما تخلوهوش يلمس الفروة، ما يلمسي الفروة. طب لو كان شعرك جاف، لا تقدري تحطيه على الفروة عادي، مفيش اي مشكلة. طب المفروض ان انا اغسل بيه يوميا؟ لا معلش، هو زيت تقيل عامل زي الزيوت التانية كده، مثلا زي زيت الخروع برضو زيت تقيل شوية، فما ينفعش ان انا احطه هو بس، لازم لكن ممكن احط معاه زيت الزيتون او كده. فزيت جوز الهند حضرتك ممكن تحطيه مرة واحدة اسبوعيا، مرة واحدة اسبوعين. ممكن تحطيه من بالليل لحد الصبح عادي، هتبص تلاقي هيظبط معاكي الدنيا كويس جدا. طب هو كتير بنبص نلاقي الازازة نفسها اتجمدت، وبصي تلاقي بتزهقي بقى. بس بصي، هو حاجة بسيطة خالص، انك ممكن تدفي شوية مية وتبدأي تحطي الازازة في المية الدافية دي، وبعد كده اول ما هتحطيها مثلا 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي، حطيها دافية، مش لازم مغلية، ما تغليهاش عشان ممكن تبوظلك الازازة بتاعتك. فحضرتك حطيها في الميه الدافيه دي، وبعدين نستخدمه عادي خالص. في الحاله ديت هتبصي تلاقي ان انت الزيت بقى زيت سلس جدا وجميل، وتبداي تستخدميه على شعرك. هيعمل معاكي تنعيم لشعرك، هيقضي على اي هيشان نهائي، وممكن تستخدميه لولادك او ليكي، يعني بيستخدم للكبار والصغار. فكده انتي استخدمتي احلى زيت، وهيبدأ معاكي يطري في شعرك وهينعم. كده احنا خلصنا فيديو النهاردة. ارجوكم ما تنسونيش من الدعاء بتاعكم واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.